بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا لهذا اليوم هو موضوع المشتقة بالتعريف، وهو من المواضيع المهمة في الأسئلة الوزارية. فالموضوع المشتقة بالتعريف من المواضيع البسيطة والسهلة، تحتاج إلى خطوات ثابتة. أولا، قانون المشتقة بالتعريف هو f داش للإكس يساوي ليميت دلتا إكس يقترب من صفر، والقانون عبارة عن دلتا إكس بالمقام ثابتة، بالبسط عندي f للإكس زائد دلتا إكس ناقص f للإكس. حتى أطبق هذا القانون وأحل الأسئلة الخاصة بالتعريف أحتاج إلى خطوات حل ثابتة، وهذه الخطوات أو نسميها طريقة الحل، طريقة بسيطة إن شاء الله، هي عبارة عن: أولا، أي قانون أحتاج أطبقه لازم أوفر أجزاء هذا القانون. فأول جزء أحتاجه هو f للإكس، إذا نجد f للإكس. ورا ما أوجده أحتاج الجزء الثاني من القانون اللي هو f للإكس زائد دلتا إكس، إذا ونجد f للإكس زائد دلتا إكس. وفرت أجزاء القانون الرئيسية، وراح تيجي تسألني عن دلتا إكس، أقول لك دلتا إكس موجودة عند قيمتها صفر، ولا يجوز أن يصبح المقام صفر لأنه تصبح قيمة غير معرفة، ولهذا ما أقدر أعوض قيمة الليمت بالدالة. فألجأ إلى 3 خطوات ثابتة اللي هي بعد هاي الخطوة إن شاء الله. ثانيا، نعوض قيم الF للإكس و F للإكس زائد دلتا إكس في القانون. وجدت F للإكس الجزء الأول، وجدت F للإكس زائد دلتا إكس كل واحد منهم على انفراد، بعدين أجي أعوضهم اثنينهم بالقانون. ثالثا، الخطوة الثالثة، نبسط المقادير. بعد التعويض نبسط المقادير ونسحب عامل مشترك، العامل المشترك بكل الأحوال راح يكون هو دي دلتا إكس. كل الأسئلة راح يكون عند العامل المشترك هو دلتا إكس، حتى أختصر دلتا إكس من البسط مع دلتا إكس من المقام. إذا نبسط المقادير ونسحب عامل مشترك ثم نختصر. رابعا، حتى تنتهي طريقة الحل بدون أي مشاكل، نعوض قيم دلتا إكس، أو هي قيمة واحدة تقترب من صفر، في الدالة الناتجة أو الدالة الباقية، ونجد الناتج. نجي نشوف بعض الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. مثلا عندنا هذا السؤال البسيط، ومن الأسئلة المتكررة دائما، يقول جد f داش لاثنين، أو هاي اثنين هي قيمة x، فإذا انطاني عدد بدل x أعوض بدال كل x عن هذا العدد. للدالة f للx يساوي x تربيع زائد 5x زائد 3 باستخدام التعريف. أول خطوة أحتاجها للحل هو أنزل الدالة المعطاة في السؤال. f للx يساوي x تربيع زائد 5x زائد 3، وبعدها بالطرف الثاني من الورقة أقدر أجزئ الورقة إلى جزئين، الطرف الثاني أكتب به القانون اللي هو f داش للx يساوي ليميت دلتا x تقترب من صفر، بالمقام عندي دلتا x وبالبسط عندي f للx زائد دلتا x ناقص f للx. أرجع إلى الدالة المعطاة في السؤال، وعندي خطوات حل ثابتة اللي مشيت عليها. أولا لازم أوجد له f للx. الدالة هي عبارة عن أفف الإكس، فراح أعوض بدال كل إكس القيمة اللي انطانيها بالسؤال اللي هي عبارة عن 2، يعني أشيل إكس أكتب بدالها 2، راح يصير عندي f ل2. عوض بدال إكس 2 وبدال هاي إكس 2، راح يصير
2 تربيع يساوي لي 4 زائد 2 في 5 10 زائد 3. إذا يطلع عندي F للاثنين يساوي 4 زائد 10 14 زائد 3 17. وجدنا F للإكس، هذا الطرف تم إيجاده. هسه أروح أوجد الطرف الثاني اللي هو F للإكس زائد دلتا إكس، وهاي الخطوات ثابتة بس انطاني قيمة إكس 2، إذا أشيل إكس أكتب بدالها 2. فأرجع مرة ثانية إلى نفس السؤال أو إلى نفس الدالة الأصلية، بس بدال كل إكس راح أكتب إكس، راح أكتب 2 زائد دلتا إكس، 2 زائد دلتا إكس، لأن هذا المقدار اللي بين الأقواس كله يمثل لي قيمة إكس. راح يساوي لي نشيل الإكس نكتب بدالها 2 زائد دلتا إكس الكل تربيع، زائد أنزل زائد 5 تنزل بينها وبين المقدار ماكو إشارة، إذا بيناتهم ضرب، والضرب عبارة عن قوس. بدال إكس نكتب 2 زائد دلتا إكس الكل زائد 3 ويساوي. حتى أفتح هذا القوس لازم أبسط هذا المقدار، فحتى أفتح هذا القوس اللي هو عبارة عن حدين مرفوعات إلى تربيع أحتاج أحفظ قانون بسيط اللي هو قانون مربع الحداني، أو عن طريق أنه أسوي قوسين وأضربهم ضرب توزيعي. فمربع الحداني يقول المربع الأول نفس الإشارة 2 في الأول في الثاني، فيصير 2 في 2 4 دلتا إكس، 2 في 2 4 في دلتا إكس 4 دلتا إكس زائد مربع الحد الثاني اللي هو راح يصير دلتا إكس تربيع. إذا أعيد، مربع الأول 2 في الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني زائد تنزل زائد. عندنا العدد 5 مضروب بالحد الأول وبالحد الثاني، راح يصير 5 في 2 10 زائد 5 في دلتا إكس هو 5 دلتا إكس الكل زائد 3. نلجأ إلى تبسيط المقدار مرة ثانية اللي هو باستخدام خاصية إنه إذا عندي عددان متكرران أو نفس الإشارة أو نفس المقدار نجمعهم أو نطرحهم حسب الإشارة مالتهم، أما إذا كان مختلف ننزل واحد منهم. فعندي دلتا إكس تربيع ما حد يشبه فراح ينزل، بعدين إلى دلتا إكس مع دلتا إكس مشابهات أشوف إشاراتهم، إذا كانت مشابهة أجمع وإذا كانت مختلفة نقوم بالطرح. عندنا الإشارات مشابهة، إذا نأخذ إحدى الإشارات ونجمع 9 دلتا إكس. الخطوة الأخيرة التخلص من الأعداد، 3 أعداد كلها إشاراتها مشابهة، هذا العدد ما يحمل إشارة فإشارته موجب، فيصير 4 زائد 10 14 زائد 3 17، إذا موجب 17. إذا أنت بهذا المقدار ما يمكن تبسيطه فراح أقول وجدت الطرف الأول اللي هو عبارة عن F للإكس زائد دلتا إكس، واللي قلنا قيمة إكس ب 2. وجدت الطرف الثاني اللي هو F للاثنين أو F للإكس، إذن هذا الطرف تم توفيره وهذا الطرف تم توفيره، أجي أعوضهم بالقانون. فراح يصير عندي F داش الإكس يساوي ليميت دلتا إكس يقترب من 0 للقانون اللي هو دلتا إكس، وبالبسط عندي F للإكس زائد دلتا إكس ناقص F للإكس. الخطوة اللي بعدها ينزل عندي F داش الإكس اللي هي عبارة عن المشتقة الأولى يساوي ليميت دلتا إكس يقترب من 0. بالمقام ثابت عندي دلتا إكس، هسه أشيل هذا المقدار كامل اللي هو إكس زائد دلتا إكس وأعوض قيمته اللي وجدتها. فقيمته اللي وجدت هي عبارة عن دلتا إكس تربيع زائد 9 دلتا إكس زائد 17. القانون يقول سالب، أنزل سالب. قيمة F للإكس أو F في الإكس هي عبارة عن 17. وهي نقدر ناخذ ملاحظة، دائما إذا كان عندي تعويض أعداد فالعدد اللي يطلع من تعويض F للإكس
هو نفس العدد أو نهاية العدد اللي يطلع من تعويض الإكس زائد دلتا إكس، وبهاي الحالة تكون مشابهة مع اختلاف الإشارة فتختصر. اللي بعدها يصير اف داش للإكس يساوي ليميت دلتا إكس يقترب من صفر. المقام عبارة عن دلتا إكس، وانتبه إلى الباقي من البسط، عندي هذا المقدارين. اتفقنا بالخطوة الثالثة بعد التعويض نسحب عامل مشترك. انتبه لي، عندي دلتا اكس وعندي دلتا اكس تربيع، ودلتا اكس تربيع هي عبارة عن دلتا اكس في دلتا اكس، فراح اسحب دلتا اكس عامل مشترك اللي هو الأصغر، فدلتا اكس تربيع تقسيم دلتا اكس يبقى دلتا اكس زائد، انزل زائد 9 تنزل دلتا اكس مع دلتا اكس تروح، يعني مع العامل المشترك العفو ما راح نختصرهن، ويبقى هذا المقدار. دلتا اكس راحت مع العامل المشترك. الخطوة اللي بعدها اختصر دلتا اكس من البسط مع دلتا اكس من المقام، يبقى عندي اف داش للاكس يساوي خطوة واحدة بعد الاختصار نعوض قيمة دلتا اكس، فاريد انزل خطوة زايدة اللي هي عبارة عن دلتا اكس زائد 9 انزلها مرة ثانية، او اعوض قيمة دلتا اكس يقترب من صفر بالدالة مباشرة، فخلنا نعوض قيمته تساوي صفر، راح يصير صفر زائد 9، اذا قيمة المشتقة تساوي ل9. انتهى الحل. اما اذا حبيت اتأكد انه حلي صح ام خطأ الجأ الى قواعد الاشتقاق السابقة، فعندي مثلا هي الدالة اللي مطينيها بالسؤال f للx يساوي x تربيع زائد 5x زائد 3. بالقواعد المشتقة السابقة اللي هم القواعد السبعة عندي f داش الx يساوي مشتقة الx تربيع 2x زائد مشتقة متغير أس واحد يساوي 1، وواحد في 5 هو 5، ومشتقة الثابت 0. الخطوة الثانية أعوض قيمة الأكس اللي مطنيها واللي هي مطنيها بالسؤال 2، راح يصير يساوي 2 في 2 4، 4 زائد 5 ويساوي ل9، فيكون الناتج هو نفس الناتج. بس للأسف ما يقبل الحل بهذه الطريقة لأنه هو محدد باستخدام التعريف. الحين نكون خلصنا من السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني اللي هو مشابه له تقريبا. فالسؤال الثاني يقول جد قيمة f داش الx باستخدام التعريف للدالة التالية، ومنطينا هاي الدالة. الخطوة الأولى قلنا نحتاج ننزل الدالة نفسها، أو بدون ما ننزلها نفسها نعوض قيمة الاثنين بداية كل x حتى أوفر أجزاء القانون اللي هي عبارة عن f داش الx يساوي ليميت دلتا x يقترب من صفر للدالة أو للقانون التالي اللي هو دلتا x، وفوق بالبسط عندي f للx زائد دلتا x ناقص f للx. فراح ألجأ إلى توفير الجزء الأول اللي هو f أفوف الاثنين ويساوي 2 تربيع راح يصير 4 زائد 2 في 5 راح يصير 10، مجموعهم ينطيني 14. إذا أول جزء وفرته هو f للاثنين. ألجأ إلى توفير الجزء الثاني اللي هو f للx زائد دلتا x، وبما أنه أعرف قيمة x هي 2 فراح أعوض بداية كل x بالعدد 2 يساوي نفس الدالة، بس بدل ما أعوض 2 راح أعوض 2 زائد دلتا x دلتا x، وهذا الطرف 2 زائد دلتا x لأن اللي بين الأقواس كله يمثل لي قيمة x. شيل x نكتب بدالها 2 زائد دلتا x الكل تربيع زائد ننزل زائد 5 تنزل، وبين قوسين قيمة x هي 2 زائد دلتا x. الخطوة اللي بعدها يساوي لي هذا يفك عن طريق مربع حدانية مثل ما قلنا قبل شوي، فيصير مربع الأول زائد أو نفس الإشارة 2 في الأول في الثاني راح يصير 4 دلتا x زائد مربع الحد الثاني اللي هو دلتا x تربيع زائد 5 في الأول في الثاني يصير عبارة عن 2 في 5 راح يصير 10 موجب في موجب موجب، و5 في دلتا x 5 دلتا
اكس. الخطوة الأخيرة للتبسيط هي عبارة عن اللي مختلف ينزل، اللي هو دلتا اكس تربيع، واللي مش شابهين اما جمع او طرح حسب الاشارات. فهي دلتا اكس ودلتا اكس مشابهات، نشوف اشاراتهم مشابهة ناخذ احدى الاشارات ونجمع 9 دلتا اكس. اما الاعداد فراح يصير اشاراتهم مشابهة، كون هذا ما بإشارة فإشارته موجب، يصير 4 زائد 10 هو العدد 14. ومثل ما نوهنا سابقا انه هاي الاعداد تطلع مشابهة. الخطوة اللي بعدها بعد ما وجدت اجزاء القانون اللي هو هذا الجزء وهذا الجزء، اخذهم اعوضهم بالقانون. فراح ينزل عندي اف داش الاكس يساوي ليميت دلتا اكس يقترب من صفر، المقام دلتا اكس، وفوق بدال اف للاكس زائد دلتا اكس اعوض قيمتها اللي هي طلعت عندي دلتا اكس تربيع زائد 9 دلتا اكس زائد 14. القانون يقول سالب، ننزل سالب. قيمة اف للاكس هي طلعت 14، اذا اكتب 14. وبكل الاحوال 14 مع 14 تروح لأ مشابهات مع اختلاف الاشارة. راح ينزل عندي اف داش الاكس يساوي ليميت دلتا اكس يقترب من صفر، المقام دلتا اكس. ننتبه الى القيم المتبقية، راح نشوف بيناتهم عامل مشترك اللي هو اصغر متغير اللي هو دلتا اكس. اذا نسحب دلتا اكس عامل مشترك ونفتح قوس، دلتا اكس تربيع تقسيم دلتا اكس يبقى عندي دلتا اكس زائد 9 تنزل لان انا ما ساحب عدد عامل مشترك، فراح اقول دلتا اكس تقسيم دلتا اكس يساوي لي 1، وواحد في 9 يبقى 9. الخطوة اللي بعدها بعد السحب العامل المشترك هو الاختصار، وانزل عندي اف داش للاكس، او اللي قيمة اكس هو عبارة عن 2 يساوي اما تعويض مباشر مثل ما سوينا بالسؤال السابق، او انزل خطوة زايدة اللي هي ليميت دلتا اكس يقترب من صفر للقيمة المتبقية هن 1 فما إلها اي قيمة، يبقى عندي بالبسط دلتا اكس زائد 9. قيمة دلتا اكس هي عبارة عن 0، فراح يصير اف داش الاكس يساوي لي 0 زائد 9 ويساوي للمقدار 9، وانتهى الحل. وإن شاء الله يكون الموضوع سهل.